السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة اختيارات مارسيل كولر لقائمة مونديال كأس العالم للأندية. كولر يا جماعة، كولر دلوقتي أعلن القائمة المبدئية اللي هتروح معاه في كأس العالم للأندية. ركز كده معايا عشان القائمة دي فيها مفاجآت كتيرة، والقائمة دي في لعيبة كولر استبعدها، واللعيبة هددت كولر وهددت النادي الأهلي بالرحيل في حال استمرار استبعادهم في القائمة الرسمية. دلوقتي يا جماعة هقول لكم على القائمة المبدئية، وارد جدا تتغير أو تتعدل. دلوقتي يا جماعة بيقول لك القائمة المبدئية اللي أعلنها مارسيل كولر هي كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. في خط الدفاع علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، وياسر ابراهيم، ورامي ربيعه، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، واكرم توفيق. وفي خط الوسط عمرو السوليه، واليو ديانج، وامام عاشور، واحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي قفشه، وكريم فؤاد. وفي الهجوم بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا، وانتوني موتيس. دلوقتي يا جماعه القايمه شهدت خروج ابرز لاعبين النادي الاهلي، وهم صلاح محسن واحمد عبد القادر. دلوقتي يا جماعه الثنائي بعد القرار استبعادهم من القائمه المبدئيه، احمد عبد القادر وصلاح محسن بيهددوا النادي الاهلي ان هم في حال استبعادهم من قائمه كاس العالم للانديه بيهددوا بالرحيل في يناير. مارسيل كولر يا جماعه بالاختيارات دي بيكتب نهايه احمد عبد القادر وصلاح محسن مع النادي الاهلي. اختيارات كولر القائمه المبدئيه دي فيما معناه ان هو خلاص احمد عبد القادر مش في حساباته، صلاح محسن مش في حساباته، بس واضحه للكل. ولكن يا جماعه برضه في غيابات، اصابات مثلا زي ايه محمد متولي، رضا سليم، دي غيابات بسبب اصابات. ولكن القايمه دي يا جماعه فيما معناها ان هو نهايه احمد عبد القادر وصلاح محسن مع النادي الاهلي. دلوقتي يا جماعه الكابتن عمر كمال عبد الواحد بيعلن للجميع ولفيوتشر ان انا رايح الاهلي، ان انا عايز الاهلي، سيبوني اروح للاهلي. دلوقتي يا جماعه طلع احتراف رسمي من الكابتن عمر كمال عبد الواحد، بلغ بيه اداره فيوتشر، وبلغ هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي ان هو رغبته الاولى والاخيره هو النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد بياكد كل يوم عن التاني ان هو هدفه الاول والاخير النادي الاهلي. ويا جماعه طلع دلوقتي كلام ان بعد مباراه فيوتشر واتحاد العاصمه رسميا فيوتشر هيعلن الوجهه المقبله لعمر كمال عبد الواحد. ما يا جماعه هي محسومه، يعني هي بص، هي بالعقل محسومه. اللعيب بيقول لك انا مش هروح للاهلي، ومدير التنفيذي بيقول لك ايه بعد مباراه اتحاد العاصمه هطلع اعلن عن الخطوه المقبله لعمر كمال عبد الواحد. انا شايف يا جماعه الصراحه ان عمر كمال عبد الواحد بينهيها وبيقفل السكه حتى قدام الزمالك اللي لحد دلوقتي كان بيحاول معاه. لحد دلوقتي نادي الزمالك والكابتن احمد سليمان بيحاولوا مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن بعد التصريح ده شايف ان هو قفل الباب قدام الزمالك وبيعلنها للكل انا عايز اروح الاهلي. اختيار اللعيب يا جماعه في الاول وفي الاخر هو اللي بيعلي اسهم النادي الاهلي على اسهم نادي الزمالك اللي هي اصلا ضعيفه. يعني اسهم نادي الزمالك ضعيف في الصفقه دي، وعمر كمال بيطلع يعلي اسهم اداره النادي الاهلي. خلاص كده يا جماعه خلصت رسميا عمر كمال عبد الواحد اهلاوي. اخر حاجه يا جماعه نتكلم عليه هو الكابتن حسين لبيب، طالع ياكد الكلام اللي انا كنت قلت لكم في الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان حسين لبيب وافق على بيع زيزو. دلوقتي يا جماعه الكابتن حسين لبيب بيقول لك ان هو طلب من الشباب السعودي تعليه المقابل المادي من 10 مليون دولار ل 20 مليون دولار. دلوقتي يا جماعه دي طريقه واحد فاتح الباب للمفاوضات. يعني انت كده طريقه كلامك ان انت بتفتح مفاوضات بالعقل، يعني حاجه بالعقل. انت لو مش عايز تبيع زيزو اقفل خاص المفاوضات، لكن انت سايب المفاوضات مفتوحه وعمال والوكلاء عمال تروح هنا وهنا وبتقول لهم بس عايز 20 مليون، اللي هو انت عايز تعلي السعر شويه مثلا توصله ل 12 او 15 مليون. اطلع كده قول قدام الناس ان انا هبيع زيزو بس بحاول اعلي السعر بتاعه. ده عكس كلامك انت بتقوله قبل الانتخابات، واول ما مسكت ان زيزو مش للبيع، زيزو خط احمر، مش اصلا تفكير في مبدا بيع زيزو. دلوقتي الكابتن حسين لبيب بيتفاوض مع الشباب على قيمه انتقال زيزو للشباب. بس يا جماعه واضحه للكل، الكابتن حسين لبيب بياكد كلام ان انا قلت لكم ان هو ما عندوش مانع يبيع زيزو. بيع زيزو دي بالنسبه له حاجه عاديه، مش ملف مثلا خط احمر والكلام ده. كابتن حسين لبيب طالع بس بيتفاوض مع الشباب السعودي عشان يعلي القيمه الماديه لانتقال زيزو، عشان الشباب السعودي عرض 10 مليون، وهو بيستغل ان الشباب متمسك جدا بزيزو فبيحاول يضغط عليهم من الحته دي عشان يعلي المقابل المادي لاعلى سعر. عشان بس الناس تصدق كلامي ان انا قلت لكم ان هو عايز يبيع زيزو، وهي مساله وقت وهو وافق اصلا على بيع زيزو. كابتن حسين لبيب بيحاول يطلع باكبر استفاده ماديه من بيع زيزو للشباب. بس دي خلص الكلام. بس كده يا جماعه ده كان كل اللي عندنا النهارده، وفي الاول وفي الاخر ده راي شخصي، واحد دلوقتي كنا مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.